يسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين، ان شاء الله كلكم تكونوا بالف خير يا رب. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم على طلب الولاد وطلب جوزي، يعني طلبوا اعمل لهم مجدرة رز، فقلت بشارككم بطريقتها. وكمان رح اعمل جنبها بطاطا مقلية، ورح اعمل جنبها بس فتوش. كنت على اساس بدي اعمل خيار بلبن، لا بدهم بس فتوش. فتابعوا الفيديو معي للأخير. وكمان إذا حبيتوا الفيديو بتمنى منكم رفع الفيديو بلايك، وكمان لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. فقلت الحمد لله رب العالمين، اليوم الأكلة خفيفة نظيفة وسريعة، لا تعب ولا تأخرت ولا أي شي. أول اشي عملته نقيت العدس، غسلته وحطيته على النار. استعملت العدس الناعم مو العدس الخشن. بعدين قعدت قشرت بطاطا، قلت بقشر هيك كم حبة بطاطا. طبعا كم البطاطا بس كرمال الولاد يعني بحبوها، بحبوا اعملن اياها كل يوم. لو ايش ما كان يكون موجود الاكل بعملن هيك وجبة بطاطا على السريع. بدي اعمل شوربة، لا تعملي شوربة ما جاي عبالن، عبتزيد يعني. مشان هيك ما عملت، بس بطاطا وفتوش مشان ما يزيد شي. عرفت شلون؟ طبعا قشرت البطاطا كتير منيح، انا بقشرها بالعادة قبل بوقت وبغسلها وبعيفها منقوعة بمي نظيفة لا وقت القلي يعني. هون العدس استوى. طبعا انا عم حضر كنت قبل بوقت، واستوى العدس وطفيت عليه النار. بعدين قبل الاذان بشي ربع ساعة تقريبا قمت كملت المجدرة، لاني مثل ما بتعرفوا يعني بس يستوي العدس ما بيضل وقت كتير، يعني ما بتتأخر المجدرة. انه بس نطب الرز ما بتطول اكتر من 10 دقايق على النار. انتوا بتحبوا تطبخوها بمية العدس ولا بتغيروا المي؟ انا بحب اطبخها بمية العدس، هيك بتعطي لون العدس، بيطبخ على الرز بصير اطيب، وهيك بتصير لونها احلى يعني. هون حطيت لها ملح وحطيت الرز بخليها لبين ما تغلي. طبعا هون انا ما قدرت، ما يعني قدرت بعيوني ما قدرت بالكاسات. عرفت شلون؟ ما قدرت المي بالكاسات. هون استوت المجدرة ما شاء الله، شايفين شلون تفلفلت؟ ما كترت، استعملت بس كاسة رز مصري. ونقعتهم قبل بوقت بمي سخنة وملح. وبعدين رجعت غسلت الرز كتير منيح وطبيتهم. وكمان قعدت سويت الفتوش وتبلته. كتير كتير ولادي بحبوا الفتوش، يعني قد ما عملت فتوش بحبوا ياكلوا فتوش. انجاد ما شاء الله، الجاد هذا ما بيضل منه شي. على الافطار بياكلوا اكتر شي الفتوش، يعني غير الاكل التاني، غير الاكلات الاساسية. عرفتوا شلون؟ وهون قليت البطاطا اول اشي نص قلية، بعدين صفيتها من الزيت. لقليت الوجبة التانية رجعت نزلتها بالزيت مرة تانية. مثل ما قلت لكم هاي الطريقة معتمدتها من زمان يعني. جربوها عن جد، كتير كتير طريقة حلوة وناجحة. مثل اللي بتيجي من المطعم، عرفتوها؟ ما بتغب زيت وبتطلع مقرمشة، وبنفس الوقت لونها بيعطي هيك على ذهبي وزهري بنفس الوقت، يعني ما بصير لونها مثل المحروقة. آه ممكن نقليها هداك رمضان، كنت اقليها قبل بساعتين، افتحها بصينية تبرد نهائي، ارجع اسخن الزيت عند الاذان، يعني عند اللي يصير وقت الافطار، وارجع اقليها تطلع كتير كتير مقرمشة، عن جد تطلع كتير طيبة. هون جارتنا بعتت لنا الله يتقبل منا يا رب سكبة. امها مريضة وكل يوم، انا عرفت القصة من كم يوم انه امها مريضة، وكل يوم بتبعت يعني انه عنية الله يشفيها، وقالت لي انه ندعي لها كمان. بحس هيك السكبات من الجيران بتذكرنا من زمان يعني. اولي مثلا امي تبلش بالطبخ، جارتنا هيك تلاقوا سفرة الافطار ما شاء الله مشكلة، من كل جارة صحن. او نحن هيك كانوا قرايبيننا حوالينا يعني، نحن نبعت لهم وهن يبعتوا لنا. عرفتوا شلون؟ بس ما صدفت معنا ولا مرة انه حدا رجع لنا صحننا نفسه. شفت مرة مسلسل انه بصيروا بيوزعوا الصحون، وحدة طبخة برغل بالشعرية، اجت بنتها قالت لها يا ماما نحن بدنا نفطر هلا برغل بالشعرية.
قام راحت صارت تسكب صحون صحون وتوزع للجيران. قام صاروا الجيران يردولها بالصحن نفسه، وصاروا يجي هالجيران يبعتولها أشكال وألوان، شي فروج، شي كباب، شي لحمة وهيك يعني. ولا طلعت جارة من هالجيران كمان عاملة برغل بالشعرية، فرجعت عبت لها برغل بالشعرية وراحت رجعت لها. هي البنت استغربت وانصدمت، يعني دارت ورجعت لآخر الشي. ماني متذكرة اسم هالمسلسل، بس شفته كتير يعني من شي 3 سنين تقريبا، وكتير قصته حلو. يعني هو المسلسل يمكن كوميدي، تشوفوا هيك مقاطع كتير حلو. وهيك بعد ما خلصنا افطار ومنا خلصنا شغلاتنا وقعدنا شوي، قام زهرة جاي عبالها كوكتيل. هي بتحب كتير كوكتيل الافوكا، انا عطول يعني كنت اعمل لهم اياه. كنت جايبة افوكا من قبل، بستعملها للكوكتيل وبستعملها للصوص جنب الفاهيتا، بخلطها مع مايونيز يعني. ما عملته بشهر رمضان وقت عملت الفاهيتا، لاني مجرد ما تاكلوا منه معلقة بتنصدموا وبتتغلبوا، لانه بيطلع كتير تقيل، عرفتوا؟ فاكتفيت وقت عملت فاهيتا بس بالمايونيز مشان ما يطلع تقيل. هون حطيت حبتين الافوكا عندي اياهم مستويات، حطيتهم بالمي بالخلاط عفوا، بتقلي الخلاط، وحطيت عليهم سكر وحليب. انا بستعمل حليب كليم، وزدتهم مي، وبعدين خلطتهم لمدة دقيقة تقريبا وصاروا جاهزين. كمان جربوه، طريقته كتير سهلة وكتير طيب. فيكن تسمكوه تقللوا من المي بيطلع معكن تقيل، وفيكن هيك تعملوه. انا بحبه هيك يعني، لو سميك كتير ولو خفيف كتير، وصدقوني طعمته بيطلع بشهي القلب، كتير كتير طيب. ولهون بكون وصلت معكم أنا لختام هذا الفيديو. بتمنى تكونوا حبيتوا واستمتعتوا بالمشاهدة. إذا حبيتوا الفيديو بتمنى منكم رفع الفيديو بلايك فضلا وليس أمرا، وكمان لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد أنا بنزله. شكرا كتير إلكم لحسن المتابعة، بشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.